تقي مصارع السوء. وطبعا حاشا وكلا أن نقول أن هذه تجربة، لا، هذه في الحياة العملية. والله أنا لمست هذا الأمر. بعد انتهاء العمل الوظيفي أنا أنتقل إلى العمل الدعوي، وطبعا عندنا لجنة هي لجنة الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين. وبسبب الأوضاع الأمنية في لبنان المشاكل كثيرة، ونعود أحيانا والله بعد منتصف الليل إلى البيت. يوم من الأيام وأنا أصعد الدرج أجد نقاط دم بين كل 4-5 درجات، نقطة دم، حتى وصلت إلى باب البيت وجدت الدم أمام بيتي. دخلت العائلة كلها نائمة، تفقدتهم فوجدت ابني صغير يعني 1.5 أو 2 وهو يقلب عن سريره، يضرب بقنينة الدواء، تنكسر هذه قنينة ثم تأتي إلى عينه. سبحان الله، تقول وكأن هذا الزجاج أحاط بالعين بكامل جوانبها. أخذوا إلى الطبيب، قال لهم إيش بتشتغلوا أنتم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظ العين بما فيها، وقد ايه العين دقيقة، سلم، والجرح فقط ظاهري، لم تمس العين بأي ضرر. قال لهم مستحيل هذا الزجاج يصل إلى العين بهذه الصورة والعين سليمة، مستحيل. فقالت الحمد لله. زوجتي في الصباح تقول لي والله تذكرت، قلت لعلك تعمل عمل فحفظ الله به هذا الصغير. فسبحان الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإن شاء الله يعني أنت بهذا العمل، إن كان في المستشفى أو في العمل الدعوي أو في حتى في الإمامة والخطابة في التوجيه، صنائع المعروف يدفع الله بها عنك وعن عائلتك وعن المحيط الذي تعيشه، فتعيش آمن مطمئن، ويقيك الله عز وجل ما يقع به الآخرين من هموم الدنيا وبلاء الدنيا ومصائب الدنيا. فمن هذه الأعمال هي تأمين للإنسان في حياته، وثم المكاسب في الآخرة بإذن الله تعالى. بارك الله، جزاك الله خيرا. الله يكرمكم يا رب. فرحنا بوجودك، بارك الله فيك. الله يكرمكم جزاك يا رب. الله خيرا. ونحن سعداء بكم. مهرباني لكل الناس، متساوي، وخير الناس أنفعهم للناس. هذا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا. الله يجزيكم الخير يا رب ويبارك فيكم. حياكم الله. إن شاء الله هذا تقدير لجهودكم وشكر لما تقدمونه وتبذلونه من أجل أهلنا في غزة وفلسطين. سائلين الله عز وجل أن يجعل لقاءنا قريبا في ساحات المسجد الأقصى إن شاء الله. بارك الله، جزاك الله خير. إن شاء الله، إن شاء الله. عزيز مهرباني دڵسۆزی و لێزانی.